هل شعرت يوما بأن الدنيا ضاقت بيك؟ ربما جربت الصبر وحاولت إنك تتحمل، لكن يبدو إن الطريق مسدود. في لحظة زي دي جاءت الرحمة والسكينة من السماء. رحلة الإسراء والمعراج لم تكن مجرد حدث تاريخي، بل رسالة لكل إنسان. حتى في أقصى الضيق هناك أمل وهناك نور. قبل المعجزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأصعب اللحظات. فقد خديجة رضي الله عنها، وفقد عمه أبو طالب، وواجه الأذى في مكة، وتكالب عليه الأعداء، وضاقت به الدنيا. رغم كل ده ظل قلبه ثابت بالله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما: آدم، موسى، عيسى، وكل الأنبياء خلفه. كأن الرسالة تقول الطريق واحد، والقلب الموحد هو الذي يقود. ثم ارتقى صلى الله عليه وسلم إلى السماء، سماء بعد سماء، ليس فقط ليرى بل ليطمئن قلبه وتطمئن قلوبنا أيضا. شاف الجنة، شاف النار، وسمع ما لم يسمعه بشر. وفرضت الصلاة، معجزة الله الكبرى، وسيلة الإنسان للتقرب والسكينة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم للأرض، والطرق ما زالت صعبة، لكن قلبه لم يعد خائفا، وروحه مليئة بالسكينة. الرسالة واضحة: حتى لو ضاقت الدنيا النور موجود، وإذا صبرت سيأتيك الفرج من حيث لا تتوقع. إذا كنت تمر بضيق أو ألم لا تيأس، فالفرج قريب. استمر في الصلاة، فهي معراجك وملاذك. افتكر إن كل كسر يأتي قبل جبر، وكل ضيق قبل فرج. كن مطمئنا أن الله لا يترك عبده حتى لو ضاقت الأرض. السماء دايما مفتوحة. ما هو الشيء في حياتك اليوم اللي تحتاج إن يحصل فيه معراج من الله؟ اكتبه لنا في التعليقات، واشترك في نور من مكة لتكون رحلتك في اكتشاف النور مستمرة، ليس فقط لمشاهدة القصة ولكن لتعيشها وتستلهم منها.